أهلا وسهلا فيكم أيها الرائعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نشرح كيفية التعديل أو كبسة التعديل، قائمة المسدلة تبعية التعديل على شرائح الخاصة بالجوجل أو العروض التقديمية الخاصة بالجوجل. فممكن إنه إحنا نحط تراجع، فهو بتراجع خطوة نحو الخطوة السابقة. فممكن إنه تعديل نسميه إعادة، إنه نرجع للخطوة اللي تراجعنا فيها. فممكن إنه كمان تعديل في شيء اسمه قص ولصق ونسخ، وهذا معروف عند الكل، بحيث إنه أنا أختار كلمة معينة، أكبس كنترول وإكس يعني أقصها، أكبس كنترول وكوبي يعني ألصقها مثلا، أو إنه كنترول في لحتى ألصقها، كنترول إكس للقص، كنترول كوبي، كنترول سي للنسخ النسخ، وكنترول في للصق. فممكن إنه موضوع القص واللصق والنسخ نختصره بالكبسات هاي. فممكن إنه كمان قص ولصق ونسخ بضمن قائمة التعديل أو اختيار الكل، بحيث كنترول A ممكن أختار كل شيء بيخص هذا السلايد وبحدد عليه وبيتم التعديل عليه. بالإضافة لموضوع مثلا بعد اختيار الكل ممكن حذف، ممكن تكرار شيء معين ضمن السلايد، ممكن بحث واستبدال. إذا أنا كررت كلمة بشكل معين وكان فيها خطأ إملائي أو خطأ كذا، فما في داعي أختار سلايد وشريحة شريحة وأعدل عليه، بينما يعني بكبسة زر بيعدل الكلمة نفسها اللي تم بكل الشريحة. تمام. اليوم خلص الدرس بإذن الله، ورح ننتقل لقائمة المنسدلة الثالثة هي العرض في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.